منذ أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله لم تنقطع قافلة الدعاة جيلا بعد جيل، يحملون الرسالة ويؤدون الأمانة، لا يطلبون جزاء ولا شكورا. ومن هؤلاء رجل عاش للدعوة الإسلامية وبذل عمره في خدمة الدين والناس، إنه الأخ الداعية الشيخ عبد العزيز سعد الربيعة. ولد في مدينة الزبير عام 1930 ميلادي في بيت علم وثقافة. كان والده الحاج سعد من أعلام الزبير في ميدان الفكر والثقافة ورئيس المكتبة الأهلية، فنشأ الابن في جو عامر بالكتاب متصل بالعلم متطلع إلى المعرفة. تلقى تعليمه في مدرسة الدويحس الدينية العريقة التي كانت مقصدا لطلاب العلم من نجد والأحساء والكويت والخليج، وتعتبر دراسته في هذه المدرسة الفترة الذهبية من حياته العلمية، فقد حصل على العلوم الشرعية وعلوم اللغة فضلا عن النشاط الدعوي. وبعد تخرجه التحق بمدرسة النجاة الأهلية معلما قرابة 20 عاما، كما تولى الإمامة والخطابة بمسجد إرشيدية خلفا لشيخه محمد الشهوان. كانت خطبه تجمع بين الهدوء والعمق وبين الحكمة والتأثير. تناول قضايا المجتمع وشؤون المسلمين، ثم عاد إلى مدينة الرياض مواصلا جهده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وهناك تواصل مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وداوم على حضور دروسه إلى جانب دروس عدد من المشايخ في الجامع الكبير. وامتد عطاؤه الدعوي في الرياض قرابة 20 عاما. عمل خلالها 5 سنوات في مدرسة يعقوب البصري لتحفيظ القرآن الكريم، كما أما المصلين في مسجدين، أحدهما في حي النسيم والآخر في حي القدس، وهو المسجد الذي سعى في بنائه. ولم يقتصر عطاؤه على ذلك، بل تبرع بالبيت المخصص للإمام ليحول إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للنساء. لم تكن معرفتي بالأخ الشيخ عبد العزيز معرفة عابرة ولا علاقة سماع أو نقل، بل كانت صحبة قريبة ومعاشرة يومية جمعتني به المجالس والرحلات والعمل الدعوي وهموم الناس. عرفته عن قرب داعيا ومربيا وصديقا صادقا ورجلا لا يتكلف في دينه ولا في معاملته. كان قريبا من القلوب، حاضرا عند الحاجة. لم تكن الدعوة عند عبد العزيز الربيعة برنامجا محدودا ولا نشاطا موسميا، بل كانت حياة كاملة. كان يشارك في كل أنواع النشاط الإسلامي، تراه في الرحلات الكشفية في الصحراء، وفي الرحلات البحرية والنهرية، وفي التدريبات الرياضية واللقاءات الشبابية، وتراه في مجالس الدروس الفقهية والدعوية، وفي حلقات التلاوة والأذكار، وفي قيام الليل، وفي المحاضرات والندوات والخطب. وفي يوم الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة سنة 1419 هجرية، الموافق لسنة 1999 ميلادية، رحل الشيخ عبد العزيز سعد الربيعة إلى جوار ربه. شيع تشييعا مهيبا إلى مقبرة النسيم بالرياض. وبعد رحيله أطلعني أبناؤه على بعض ما تركه والدهم من مخطوطات بخط يده، خطب منبرية ودروس دعوية. وحين قرأت تلك الأوراق سمعت صوته من جديد، ورأيته كما عرفته صادقا فيما يقول، مطابقا قوله لعمله. ومن بين تلك المخطوطات هذه الكلمات التي كانت تختصر منهجه: إن الصحابة الكرام تآخوا بأخوة الدين والحب في الله، عقيدتهم صادقة وعبادتهم صحيحة، وغايتهم رضا الله، ودستورهم كتاب الله، وقدوتهم رسول الله، والجهاد في سبيل الله أسمى أمانيهم. فيا أيها المسلمون، أقيموا الأخوة الإسلامية فيما بينكم، وأقيموا دولة القرآن في قلوبكم، وكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكونوا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد، يؤيدكم الله بنصره. رحم الله الداعية عبد العزيز الربيعة،
كان نموذجا صادقا للدعوة وبصمة مضيئة في تاريخ العاملين للإسلام.